السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هنبدأ عندنا بأول محاضرة في الجيناتكس. أول محاضرة عندنا هتبقى عبارة عن بعض الترمينولوجي مهمة جدا عشان نفهم علم الوراثة. طيب أول حاجة عندنا يعني إيه جيناتكس؟ Genetics is a science that study variation and heredity. Genetics ده العلم اللي بيدرس إزاي صفات بتتنقل. علم بيدرس إزاي صفات بتتنقل من الآباء إلى الأبناء. تمام؟ ده كده بالنسبة لعلم الجيناتكس اللي هي كلمة جيناتكس. طب heredity. Heredity is the process of transferring genetic information from parent to their offspring. Heredity دي العملية بقى، دي عملية نقل الصفات من الآباء للأبناء. يبقى كده الفرق بين الجيناتكس والهيريديتي إن الجيناتكس ده العلم اللي بيدرس، العلم اللي بيدرس إزاي الصفات بتتنقل، بينما الهيريديتي دي العملية نفسها، عملية نقل الجينات من الآباء إلى الأبناء. تمام؟ يبقى أول حاجة عندنا الجيناتكس is a science that study variation and heredity، ده العلم اللي بيدرس ازاي الصفات بتتنقل، بينما الهيريديتي is the process of transferring genetic information، دي العملية اللي بيتم فيها نقل الصفات. طيب ده كان بالنسبة لأول تو ترمينولوجي عندنا. طيب يعني ايه كلمة جين؟ جين معناها a sequence of DNA with known function. يعني ايه؟ الجين هو عبارة عن حتة من الدي ان ايه، طبعا الدي ان عندنا كبير، هو حتة من الدي ان ايه ليها فانكشن. طب ايه الفانكشن بتاعت الجين؟ الفانكشن بتاعت الجين انه بيدينا برودكت، البرودكت بتاع الجين هو ايه؟ هو البروتين. ازاي بقى؟ لو تخيلنا ده عندنا شكل الدي ان ايه بتاعنا، تمام؟ الحته دي ده كده جين، الجين ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له حاجه اسمها ترانسكريبشن، فبيدينا ماسنجر ار ان ايه، والماسنجر ار ان ايه ده بيحصل له ترانسليشن بيدينا البروتين. يبقى كده عندنا الجين هو عباره عن ايه؟ عباره عن a sequence of DNA with known function. لو عندنا هو الدي ان ايه هو حته من الدي ان ايه ليها فانكشن، والفانكشن بتاعت الجين انه بيدينا برودكت، ايه البرودكت بتاعه؟ هو البروتين. تمام. طيب نخش على بعض. كلمه اليل، يعني ايه اليل؟ اليل هي alternative form of gene او version of same gene. طب هنشبه الحاجه دي ازاي؟ احنا دلوقتي كهيومن عندنا كام كروموسوم؟ عندنا 46 كروموسوم، 44 كروموسوم جسدي زائد اكس اكس لو انثى فور فيميل، وعندنا 44 زائد اكس واي لو ايه؟ لو ميل. ده كان بالنسبه للكروموسومات اللي عندنا. طب الكروموسومات دي جايه من فين؟ هم عباره عن 23 كروموسوم من الاب و23 كروموسوم من الام. دي الكروموسومات بتاعتنا. طب ايه هو الاليل؟ الاليل هو alternative form of gene. مثال عندنا الجين المسؤول عن لون العين، الجين ده بيتحكم فيه تو اليل، احنا جاي لنا اليل من الاب واليل من الام. يبقى دي معنى كلمه ايه؟ معنى كلمه اليل اللي هو alternative form of same gene او version of gene. والاليل عندنا ممكن يبقى dominant والريسيسيف. مهم نعرف عشان مسائل من دي ان الدوميننت بنكتبه كابيتال، بينما الريسيسيف اليل بيبقى بنكتبه بالحرف سمول. الحروف دي كده كامثله يعني. تمام. يبقى الاليل هو عباره عن alternative form of gene. المثال عندنا الجين المسؤول عن لون العين، الجين ده بيتحكم فيه تو اليل، بيبقى one اليل from father واذر اليل from ايه؟ from mother. طيب عندنا كلمه لوكس. يعني ايه لوكس؟ لوكس جايه من لوكيشن، لوكيشن اوف جين اون كروموسوم. احنا ده عندنا اهو شكل كروموسوم، موقع الجين ده مثلا جين مثلا، موقع الجين على الكروموسوم بنسميه ايه؟ بنسميه لوكس. يبقى اللوكس هو موقع الجين على الكروموسوم، وده الشكل عندنا. ده مثلا شكل الكروموسوم عندنا، مثلا ده جين مثلا مسؤول عن اي حاجه، يبقى الجين ده موقعه على الكروموسوم بنسميه ايه؟ بنسميه لوكس. طيب جينوتايب فينوتايب، ايه الفرق بين الاثنين؟ قبل ما نقراهم من هنا هنوضح مثال كده هيفهمنا الفرق. احنا دلوقتي عندنا لون الشعر، لون الشعر بتاعنا اسود، اللي احنا شايفينه اللون الاسود ده اسمه فينوتايب، دي الحاجه اللي احنا شايفينها. طب الجين المسؤول عن لون الشعر، الجين المسؤول عن اللون الاسود بنسميه ايه؟ بنسميه جينوتايب. تمام. يبقى الفرق بين الجينوتايب والفينوتايب ان الفينوتايب دي الحاجه الاوبزرفبل اللي احنا شايفينها، بينما الجينوتايب ده الجين المسؤول عن الحاجه اللي احنا شايفينها. تمام. يبقى الجينوتايب genetic makeup of an organism which represented by two letters، والجينوتايب احنا بنديها بعض الرموز هنشرحهم دلوقتي. طب الفينوتايب هي عباره عن observable characteristics of an individual، دي الحاجه اللي احنا شايفينها. ادينا مثال عندنا لون الشعر، قلنا لون الشعر دي حاجه شايفينها فبنسميها ايه؟ فينوتايب. طب الجين
المسؤول عن لون الشعر. ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه الجينو تايب. تمام. طيب هوموزايجوس وهيتروزايجوس دي محتاجهم كتير في مسائل من دي. هوموزايجوس مش اسمها هومو يعني التو اليل شبه بعض، تو اليلز ار سيم. طب هيتروزايجوس يعني اليليك بير ار ديفرنت. تمام. يبقى هوموزايجوس معناها ان التو اليل اللي هم دول مثلا اهم دول بنسميهم ايه؟ اهي احنا شرحنا دي هنا، قلنا الدومينانت بيديله كابيتال، يبقى دول اسمهم هوموزايجوس دومينانت. طيب دول الاثنين سمول يبقى بنسميه، والاثنين شبه بعض، الاثنين شبه بعض يبقى ايه؟ يبقى هوموزايجوس. طب والاثنين سمول مش كابيتال فبنسميهم ايه؟ بنسميهم ريسيسيف اليل، يعني اليلات متناحيه. طيب اخر واحد بقى، اخر واحد اول حرف عندنا كابيتال والثاني سمول، الاثنين مش شبه بعض يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه هيتروزايجوس. يبقى هيتروزايجوس وبيبقى ايه؟ بيبقى دومينانت. ليه؟ لان احنا اول حرف فيه كابيتال فيبقى برضه ايه؟ هيبقى دومينانت اللي هو الاليل السائد غير متنحي. تمام؟ يبقى الدومينانت معناها ان الاليل ده سائد، ريسيسيف يعني متنحي. طب ايه الرموز اللي عندنا؟ الرموز اللي عندنا دي بنحتاجها في المسائل بتاعت مندل ان شاء الله ناخدها قدام. عندنا لو الاثنين شبه بعض بنسميهم هوموزايجوس، لو بوث اليلز ار سيم بنسميهم ايه؟ هوموزايجوس. طب لو الاثنين مختلفين عن بعض بنسميهم هيتروزايجوس. طيب بنعرف من فين ريسيسيف ولا دومينانت؟ قلنا الدومينانت بيبقى ايه؟ بيبقى كابيتال، بينما الريسيسيف عندنا بيبقى ايه؟ بيبقى سمول. ده كان بالنسبه لعندنا لاول محاضره في الجيناتكس، وان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على هيستوري اوف جيناتكس، تاريخ علم الوراثه.